حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بيكم. لو اول مره بتشوفوني انا دعاء ودي قناتي. النهارده بقى عامله لكم بسبوسه، البسبوسه المكرمله بتاعه المحلات بالظبط، كانك جايباها من اكبر محل حلويات. هنعملها بمنتهى السهوله والبساطه. بصوا يعني مش هتفرقوها عن بتاعة المحلات اطلاقا. وسريعة وسهلة جدا وبسيطة جدا، وخلاص البسبوسة اللي بتغلبنا مش هتغلبنا تاني. بصي مرملة ازاي، بصي المنظر تحفة، والطعم تحفة بجد. يعني ممكن تعملي منها مشروع، ممكن يعني بصي هتعملي تهادي بيها حد، لانها بجد كأنك شارياها من بره بالظبط. تحفة تحفة تحفة، كفاية ان انت عاملاها على ايدك وعارفة انت حاطة ايه فيها. بجد تحفة. يلا نصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونشوف المقادير والطريقة. عندي نص كيلو من دقيق السمولينا اللي هو السميد بتاع البسبوسة، وعندي كوباية من السكر الناعم، مش سكر بودرة يا جماعة، سكر أبيض ناعم. وعندي كمان 170 جرام من السمنة، يعني حوالي كوباية إلا ربع. وعندي كمان 160 ملي من اللبن، يعني حوالي نص كوباية. وكمان معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز أو عسل نحل أو شربات تقيل بارد، أي حاجة من التلاتة دول. وربع كوباية من المية. هجيب بقى الكسرولة بتاعتي وهنزل فيها بكوباية السكر، كوباية سكر 200 جرام، زي ما قلت لكم سكر ابيض يكون ناعم، وانزل عليهم بربع كوباية من المية. وبعد كده هضيف عليهم معلقة العسل. انا ما كانش عندي عسل جلوكوز فحطيت عسل نحل، اي حاجة عسل نحل او جلوكوز او شربات تقيل اللي هو بنعمله بتاع الحلويات، اللي هو كوبايتين سكر على كوباية مية، وتسيبيهم يغلوا 10 دقايق. وتعصري عليهم الليمون وتسيبيهم يغلوا 10 دقايق. هيبقى معاكي شربات تقيل بارد كده تمام. هروح بقى على البوتاجاز وهبدأ ان انا اكرمل السكر ده. انا ما بحطش اي معلقة خالص يا جماعة في الكسرولة بتاعتي وهي على النار اطلاقا، بسيب بس بقعد اهز فيها كده لغاية ما تتكرمل معايا. بصوا هتقعد تغلي كده لغاية ما تبدأ اللون يتغير تدريجيا. اخلي بالي لان بين كرملة السكر وحرقه حاجة بسيطة كده، فانا مش عايزة السكر يتحرق معايا عشان ما يبقاش فيه مرارة. تمام. هفضل كده زي ما انتوا شايفين كده. الموضوع بياخد من حوالي يعني 3 ل 4 دقايق. هو كرملة السكر دي هي اللي بتديني اللون الحلو قوي اللي بنشوفه عند البسبوسة بتاعت الحلوانية. بصوا اللون ابتدى يبقى ذهبي ازاي كده. بقى انا وصلت للون، شايفين اللون الجولد ده كده تمام. السكر معايا بقى مظبوط، وهي دي الدرجة بالظبط اللي انا عايزاها كده تمام جدا. هبدأ بقى اعمل ايه؟ هنزل بكوباية بالسمنة بتاعتي اللي هي 170 جرام، وهنزل كمان بنص كوباية اللبن اللي هي 160 جرام. واللبن يكون يا جماعة ممكن يكون سخن او بدرجة حرارة الغرفة، بس ما يكونش ساقع. ما تقلقيش خالص، هتلاقي فيه تكتلات، هتلاقي السكر قفش شوية، ولا تقلقي. اهم حاجه بس ان انت ما هيبقى في فوران هيحصل، فتاخدي بالك تكون الحاجه اللي انت بتشتغلي فيها عميقه. وفي نفس الوقت مجرد ما هتنزلي بالسمنه والحليب توطي النار خالص. ويفضل ان انت ما يبقاش فيه اي اطفال جنبك علشان تبقي حريصه جدا وانت شغاله، عشان كمان الفوران اللي بيحصل ده. اقلب كويس قوي بالمضرب واتاكد ان مفيش اي تكتلات خالص وان السكر داب تماما كده. بقى جاهز معايا. اسيبه بقى يبرد. ما ينفعش اشتغل بيه وهو سخن، اسيبه بقى يبرد كده خالص. وعلى ما يبرد هدهن الصينيه بتاعتي. انا هنا عندي صينيه مقاس 30، صينيه البسبوسه. هدهنها كويس قوي من كل الاتجاهات كده بالسمنه. وبعد كده انزل بقى بالسكر اللي كرملناه ده على دي السمولينا. بصوا يا جماعه، هو مش كراميل، في فرق بين صوص الكراميل اللي احنا بنشتغل بيه في الحلويات واللي احنا عملناه ده احنا كده كرملنا السكر مع السمنه والحليب. وبصي هتلاقيه متقطع شويه، ما تقلقيش عادي جدا لان كميه السمنه كبيره على السكر اللي اتكرمل معايا. وانزل بيه على دي السميد. اهم حاجه ان انا ما اعجنش، يا دوب بطراطيف صوابعي ادخل بس الحاجه في بعضها، مش اكتر من كده. لاني لو عجنت الجلوتين اللي في دي السميد هيطلع والبسبوسه هتقلب معايا العيش على طول، فانا ما بينفعش اعجن البسبوسه خالص. وانزل بيها بقى في الصينيه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، واساوي السطح كويس.
وبعد كده اخبطها خبطتين كده عشان اطلع منها اي هوا موجود فيها. والفرن بتاعي يكون سخن على درجة حرارة 180، وادخل صينية البسبوسة في الفرن. واخد بالي عشان هي اصلا لونها غامق يا جماعة، فخدي بالك كويس وهي في الفرن علشان ما تتحرقش منك. يعني اول ما الاقيها كده اخدت اللون الحلو كده اللي احنا عايزينه، يبقى كده خلاص تمام، هطلعها على طول. وهي بقى في الفرن هبدأ بقى اجهز الشربات بتاعي، عبارة عن كوبايتين من المية، عليهم كوباية ونص من السكر. الشربات يا جماعة بيكون سخن بيغلي، وبسقي بيه البسبوسة بتاعتي وهي سخنة، فعلشان كده انا بدخلها الفرن وببدأ بقى في ان انا اعمل الشربات. بعصر عليه ليمونة زي ما انتوا شايفين كده، واسيبه يغلي حوالي 10 دقايق كده على ما البسبوسة بتاعتي تستوي جوه الفرن. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين ادي الشربات بتاعي سخن بيغلي يا جماعة، والبسبوسة بتاعتي بصوا لونها هو ده اللون اللي انا عايزاه بالظبط. اول ما الاقيها وصلت للون ده هطلعها، وابدا بقى في ان انا اسقيها وهي سخنة كده طالعة من الفرن بالشربات السخن. لاحظوا معايا بقى اول ما نزلت بالشربات البسبوسة على طول بتتشرب الشربات معايا بسرعة جدا. وبصوا بتفور كده وتبدأ كده تاخد في الشربات وتشرب معايا. ده دليل كده تعرفي ان البسبوسة بتاعتك ناجحة جدا، وهتطلع زي الفل ومرملة وحلوة جدا جدا جدا. هتسقيها بالشربات اللي احنا عملناه بالكمية كلها، وبعد ما تسقيها هتغطيها كده بأي صينية موجودة عندك علشان تفضل طرية وما تنشفش. وبعد ما تبرد بقى كده تبدأي بقى في ان انت تزوقيها. زوقيها باي حاجه موجوده عندك. انا هنا كان عندي فستق مجروش، فابتديت بقى كده ان انا ازوقها بيه. عندك مكسرات ممكن تحطي لوز، ممكن تحطي فستق، ممكن تحطي فول سوداني، ممكن تحطي كريمه لوتس لو موجوده عندك، صوص شوكولاته. بصي اللي انت عايزاه ممكن تسيبيها، هي مش محتاجه اي تزويق بصراحه، هي كده تحفه. بصوا جمالها بجد خطيره. يعني يا جماعة مش هنشتري بسبوسة من بره تاني بجد، لان هنعملها في البيت بمنتهى السهولة والبساطة زي ما انتوا شايفين. مجرد ان انا بخلط المكونات كلها على بعضها وبكرمل السكر بس مش اكتر من كده، واضيفه على السميد. ويعني الموضوع ولا ابسط من كده ولا اسهل من كده، والنتيجة بجد تستاهل. يعني بجد يا جماعة الموضوع خطير. بصوا بقى كده وانا بقطع البسبوسة، بصوا الترميلة، بصوا شايفين معايا. استنوا اقرب لكم الكاميرا شوية اكتر. بصوا جمالها، بصوا عاملة ازاي، خطيرة، تحفة تحفة تحفة. بصوا بصوا وماسكة نفسها، ويعني حلوة زي بتاعت بره بالظبط يا جماعة. ما تفرقوهاش عن بتاعت بره، لا في الطعم ولا في الشكل ولا في اللون، بجد تحفة. بصوا الجمال، يعني رائعة. يلا اعملوها وجربوها، وهستنى رأيكم في التعليقات لان بجد رأيكم يهمني جدا جدا. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. ويلا باي باي، ونتقابل في فيديوهات جاية كتير مع بعض ان شاء الله. باي باي يا حبايبي.